في تصريح جديد أثار اهتمام الأوساط السياسية، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة مع صحيفة لوبينيون الفرنسية عن شرط بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأوضح تبون أن الجزائر ستكون مستعدة لتطبيع علاقاتها في اليوم الذي تقام فيه دولة فلسطينية كاملة السيادة. وقد نشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات من هذه المقابلة اليوم الأحد. وفي سياق آخر شدد الرئيس تبون على عدم رغبته في البقاء في السلطة، مؤكدا التزامه باحترام الدستور الجزائري. أما بخصوص ملف الصحراء المغربية، فقد أعرب تبون عن استيائه من موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي دعم حل الحكم الذاتي المغربي، قائلا: حذرت الرئيس ماكرون من أنه سيرتكب خطأ فادحا في قضية الصحراء الغربية. كما لم تغب العلاقات الجزائرية الفرنسية عن حديث تبون، حيث وصف المناخ الحالي بين البلدين بأنه ضار، معتبرا أن الجزائر تضيع الوقت مع الرئيس ماكرون. وعلى الرغم من التوترات، أكد تبون أنه لا يرغب في القطيعة مع فرنسا، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب الإليزي لتجنب قطيعة قد تكون غير قابلة للإصلاح.